حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. 10 حاجات بلاش تعمليهم مع طفلك علشان ما تدمريش نفسيته بدون ما تشعري. اول حاجة الشتيمة، انك توصفيه بالحيوانات زي بس يا حمار، بس يا بهيم، بس يا حيوان، لان طبعا ربنا كرم الانسان فما ينفعش ان احنا نوصف ولادنا بالحيوانات. تاني حاجة الإهانة، أو إنك توصفيه بأوصاف سلبية زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، ما ينفعش طبعا الكلام ده. تالت حاجة المقارنة، ممكن تدمري نفسية طفلك، لأنك هو كل طفل ليه مهاراته خاصة وهو قدرته كده ومجهوده كده، فما ينفعش تقارنيه بابن عمه ولا ابن عمته ولا ابن خالته ولا ابن الجيران، ما ينفعش طبعا. رابع حاجة الحب المشروط، يعني ما تقولولوش انا مش بحبك عشان انت ما بتسمعش الكلام، انا مش بحبك عشان انت ما جبتليش الحاجة الفلانية، لا طبعا الكلام ده كله غلط. خامس حاجة المعلومات الغلط، زي مثلا الراجل ما بيعيطش، الراجل ده انسان ليه شعور وليه احاسيس، بيعيط بس في مواقف معينة. سادس حاجة الإحباط، زي مثلا 100 مرة أقول لك ما تمسكش الحاجة الفلانية علشان هتكسرها، انت ما بتفهمش، انت بتسمعش الكلام ليه. سابع حاجة التهديد، يعني مثلا تقولي له اسكت احسن هقول للبابا، اسكت احسن هضربك، اسكت احسن مش هجيب لك حاجة حلوة، ما ينفعش الكلام ده. تامن حاجة المنع الغير مطلق، من غير ما تقولي ايه السبب، يعني تقولي له مثلا ما تعملش الحاجة الفلانية، هيقول لك ليه، هتقولي له كده، طب هو فهم ايه من كده؟ ما انت لازم توضحي له السبب عشان ما يعملهاش. 10 حاجة الفضيحة، ما ينفعش الطفل يقولك على سر وانت تنشريه قدام العيلة او قدام الناس، لازم تكوني امينة على اسراره عشان يطمئن ليكي ويحكي لك كل حاجة، ما يلجأش لحد تاني. وما تنسوش لايك وشير لو بتحبوا الخير.